3 افلام انا استمتعت بيهم في السينما متعه مش طبيعيه، وايما متعه. اول فيلم هو فيلم تراب الماس. فيلم تراب الماس انا دخلته من بعديها بنص ساعه، في اللقطه اللي محمد ممدوح بيحط الفك كده على الفاترينا بتاعت الصيدليه لآسر ياسين. استمتعت بفيلم تراب الماس متعه مش طبيعيه بجد، بالاغاني، بالصوره، بالاداء، بكل حاجه. حقيقي كانت تجربه سينمائيه رائعه جدا. تاني فيلم انا استمتعت بيه في السينما هو فيلم 1917، ولك ان تتخيل ان انا اتفرجت على فيلم 1917 في السينما. الصوره بتاعت الفيلم اللي مدير التصوير كان اسمه روجر ديكنز، وخد الاوسكار في الفيلم ده، او في فيلم بليد رانر مش فاكر. بس شوف السينماتوجرافي بتاعت 1917 على اليوتيوب وهتعرف، وهتتخيل لو انت اتفرجت عليه في السينما هيبقى عامل ازاي. 1917 بجد اعظم متعة سينمائية انا استمتعت بيها في حياتي. تالت فيلم معانا هو فيلم كازابلانكا لأمير كرارة. بجد مصطفى شعبان كان احسن واحد في الفيلم ده.